السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنلتقي في درس جديد اللي هو دور السبقيات في انتقال الصفات الوراثية. طبعا الدرس ده أنا بسميه الدرس الزبون بالنسبة لامتحانات الشهادة السودانية. حسب تقديري أكثر درس متكرر في امتحانات الشهادة السودانية هو هذا الدرس، وكل مرة الطلاب بيقعوا في أخطاء فيه دائما وأبدا، والسبب في ذلك إنه فيه كثير من اللبس، فيه درجة عالية من اللبس يعني، فبيحتاج منك تركز. والسبب الأساسي في إنه الطالب بيلتبس في هذا الدرس اللي هو معرفته للمصطلحات وما قادر يفرق بين المصطلحات، فبالتالي نحن حنركز في بداية الدرس أو قبل ما ندخل في الدرس على المصطلحات الخاصة بالخلية. الحاجة الثالثة، هذا الدرس يربط بين النظرية القديمة التي وضعها مندل والعلم الحديث للوراثة، ويحاول يوافق بين الاثنين، ومن هنا بيظهر منبع الاختلاف ومنبع التوافق بين نظرية مندل والوراثة الحديثة. طيب نحن الصورة دي عرضناها قبل كده في درس، وقلنا مندل لا من حتى يتوفى ما كان بيعرف حاجة اسمها خلية، ولا كان بيعرف حاجة اسمها نواة خلية، ولا بيعرف الكروموسومات ولا الجين ولا الدي ان ايه. طيب لكن حتى الآن نظريته صالحة، لأن المعلومات اللي هو جابها معلومات دقيقة جدا ومعلومات علمية بنيت على نظرية علمية دقيقة قابلة للتطبيق، فبالتالي توافقت تماما مع النظريات الحديثة للوراثة بعد اكتشاف الخلية. طيب لاحظ أقصى اليسار دي عبارة عن شنو؟ دي عبارة عن خلية. أقصى اليسار دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن خلية. طيب في داخل الخلية دي في نواة، لو جينا عزلنا النواة وكبرناها بنلاحظ إنه دي نواة الخلية. كويس؟ يعني الخلية في عضيات تانية ما بتهمنا، سيتوبلازم، شبكة اندوبلازمية وكلام كتير ما بتهمنا، بتهمنا نواة الخلية في الوراثة. طيب ماذا يوجد داخل نواة الخلية؟ يوجد داخل نواة الخلية حاجة اسمها الكروموسومات، الكروموسومز باللغة الإنجليزية، وبالعربي بنسميها شنو؟ الصبغيات. ومن الأشياء الطالب بيلخبط بينها اللي هو كتير من الطلبة بيفتكروا إنه الكروموسومات حاجة والصبغيات حاجة، نفس المصطلح، كلمة كروموسومز بالإنجليزي وكلمة الصبغيات بالعربي. وكلمة كروموسومز هي أصلا مش إنجليزي، هي كلمة لاتينية علمية ومعناها الأجسام الغابلة للصبغ، لأن في علم الخلية ولما نجي نستخدم أي جزيء أو أي مركب أو حتى أي عضو خلوي صغير ما بيتشاف بالعين عشان نضعه تحت المجهر بنصبغه، بنعمل له شنو؟ صبغ. في الخلية الكروموسومات أجسام قابلة لشنو؟ قابلة للصبغ. طيب دي الكروموسومات اللي هي بتشبه الحرف اكس، دي بنسميها شنو؟ كروموسومات، او بنسميها شنو؟ بنسميها سبقيات. كويس؟ وكل خلية حية، سواء كانت خلية بتاعت طفيل او بتاعت بكتيريا او طحلب او انسان، كل خلية لازم يكون فيها شنو؟ كروموسومات، ما في خلية بدون كروموسومات. طيب الكروموسومات بتتكون أو بنلقاها دائما في أزواج، ده زوج من الكروموسومات، يعني ده كروموسوم وده كروموسوم آخر، ديل كده بنسميهم زوج كروموسومي. دائما الكروموسومات تتلاقي في شكل شنو؟ أزواج. الحتة اللي بيرتبط فيها الكروموسومين دي بنسميها القطعة المركزية. طيب لو كبرنا أكتر، مما تتكون هذه الكروموسومات أو هذه الصبغيات أو هذه الأجسام الغابلة للصبغ؟ بتتكون من شريط طويل من الدي ان ايه. كروموسومات تتكون من شريط طويل من الدي ان ايه. طيب هذا الشريط هو شريط مزدوج، بيشبه السلم المزدوج، بيشبه سلم البناية، واسمه دي ان ايه. وطبعا ده اكتشفوه حديثا، يعني تقريبا بعد 1950، من أحدث الأشياء في علم الوراثة. وطبعا هو ده المسؤول الرئيسي من حفظ ونقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء.
واسمه DNA أو الحمض النووي الرايبوزي. طبعا في ناس بيسألوني بيقول لي رايبوزي يعني شنو؟ رايبوزي الحمض ده بيتكون من الآتي: بيتكون من مجموعة فوسفات وسكر خماسي وقواعد نيتروجينية. السكر الخماسي ده مكون أساسي بالنسبة للحمض ده. السكر ده اسمه سكر رايبوس وهو من السكريات الأحادية. السكريات عندها 3 أنواع اللي هي السكريات الأحادية والثنائية والسكريات شنو العديدة. ده من السكريات الأحادية، عنده 5 ذرات كربون، اسمه سكر الرايبوس، ومنه جات التسمية الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين. عشان ده بنسميه DNA، اختصار لكلمة شنو دي أوكسي الرايبو نيوكليك أسيد، الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين. طيب، الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين كل جزء منه بيحمل شفرة وراثية معينة بنسميه شنو جين. بنسميه شنو جين. يعني مثلا القطعة الموجودة من هنا لغاية هنا بتحمل لون الأزهار في البسلة، إذن ده جين. الجزء ده من الحمض النووي DNA، الجزء ده مثلا بيحمل طول الساق، ده برضه بنسميه جين. إذن ما هو الجين؟ الجين هو جزء من DNA أو قطعة من DNA بيحمل شفرة وراثية. طيب، إذن من هنا DNA أجزاؤه بتكون شنو جينات، والجينات مجموعة جينات بتكون شنو كروموسوم أو صبغي، ومجموعة الصبغيات بتتلقي في النواة، والنواة بتتلقي داخل الخلية. ده الترتيب المنطقي لهذه العضيات، ممكن نشوفها بالتفصيل من هنا. ده بنسميه جين، والجين بيلتف في بشكل طويل، اللي هو عبارة عن الجين اللي هو قطعة من DNA بتحمل شفرة وراثية بنسميها شنو جين. والجزء ده كله كده بنسميه DNA، والدي ان ايه بيتلف عشان يكون شنو زوج الكروموسومات، عشان يكون شنو زوج الكروموسومات، ودايما بنلقاهم في شكل شنو ازواج ثنائية. طيب، نخش في درسنا: دور الصبغيات في انتقال الصفات الوراثية. يعني احنا حنتكلم عن الكروموسومات دي ذاتها. الكروموسومات دي اللي هي دورها شنو في نقل الصفات الوراثية. الكروموسومات دي اللي هي الصبغيات ذاتها، دور الصبغيات في انتقال الصفات الوراثية. الكلام ده جه بنظريات عديدة. أول نظرية كان وضعها عالم أمريكي اسمه سوتون. عالم أمريكي اسمه سوتون في عام 1903 أثبت العالم الأمريكي سوتون عندما درس تكوين الأمشاج المذكرة في حشرة الجندب. والجندب كلنا بنعرفه صح، اللي هو نحن في السودان بنسميه أبجندب. واحدة من الآفات الحشرية اللي بتعمل مشاكل للمزارعين. الحشرة دي جاب أسيتون واختارها لأن دراسة الجهاز التناسلي فيها شوية أبسط مبسط، يعني من السهل إنه الواحد يفهمه. ودرس فيها تكوين السبقيات اللي هي شنو؟ اللي هي الكروموسومات. السبقيات اللي هي شنو الكروموسومات. درس فيها تكوين الأمشاج المذكرة في حشرة الجندب. طيب، السبقيات درسها وين؟ السبقيات درسها في الخلايا الجسدية ولا في الخلايا الجنسية؟ نحن طبعا وضحنا الكلام ده قبل ده، وعرفنا إنه الخلايا في جسم أي كائن حي بتنقسم لنوعين من الخلايا: خلايا بنسميها خلايا جسدية، اللي هي دي بتكون جسد الإنسان أو جسد الكائن الحي من الرأس زي ما قال لغاية الأظافر، دي بنسميها خلايا جسدية. ودي دائما بتتكاثر أو بتكبر أو بيزيد عددها عن طريق انقسام فتيلي. والانقسام الفتيلي بيدينا نفس عدد كروموسومات شنو الخلية. يعني شنو ممكن نوضح الكلام ده بشكل بسيط. إذا افترضنا دي خلية فيها يعني زوجين من الكروموسومات أو فيها 4 كروموسومات، 4 كروموسومات اللي هو زوجين من الكروموسومات، كل 2 زوج. الخلية دي حصل لها انقسام فتيلي بتدينا خليتين بنيوتين. أي خلية عندها كم كروموسوم؟ آه
لا، ما اتنين، أي خلية ما دام الانقسام فتيلي أي خلية حيكون عندها شنو؟ عندها 4 كروموسوم مثل الخلية شنو؟ الأم. فبالتالي ده بنسميه انقسام شنو؟ فتيلي. ده ما بهمنا حاليا. اللي بيهمنا نوع آخر من الانقسام ما بيحصل في الخلايا الجسدية أو الأوتوسومات، بيحصل في نوع تاني من الخلايا اسمه الخلايا الجنسية أو بنسميه شنو؟ الجاميطات. إذا من هنا احنا نعرف في نوعين من الخلايا في جسد أي كائن حي سواء كان نبات أو إنسان: خلايا جسدية بتكون جسم الكائن الحي كله، وخلايا تانية خلايا جنسية أو جاميطات، ودي ما بنلقاها إلا في الأعضاء الجنسية. يعني مثلا في الإنسان بنلقاها في الخصيتين في الرجل، وفي المرأة بنلقاها وين؟ في المبيض. في المرأة بنلقاها في المبيض. في الرجل نتيجة الانقسام الاختزالي بتدينا نصف عدد كروموسومات النوع. في البني آدم أو في الإنسان في 46 كروموسوم، لمن تتقسم فتيليا بتدينا خلايا عندها 46 كروموسوم، ولكن لما تنقسم اختزاليا بتدينا خلايا جنسية. إذا كان ده رجل بتدينا حيوانات منوية، والحيوان المنوي بيحمل نصف عدد سبقيات أو كروموسومات شنو؟ الإنسان العادي. يعني من الرجل بتجي حيوانات منوية عندها كم؟ 23 زوج، أو 23 كروموسوم، 23 فرد من الكروموسومات. وفي المرأة برضو بتجي بويضة عندها 23 فرد من الكروموسومات. ال23 فرد بتاعت المرأة بتجتمع مع ال23 بتاعت الفرد عشان يكون الزيجوت، وبكون 46. لو بقى أكتر من 46 حيكون في مشكلة، ولو بقى أقل من 46 برضه حيكون في شنو؟ مشكلة، زي ما بعدين نشوف في الأمراض الوراثية، ودي حالات شاذة جدا. طيب، قلنا في عام 1903 أثبت العالم الأمريكي ستون عندما درس تكوين الأمشاج المذكرة في حشرة الجندب إن أزواج السبقيات تنفصل عند تكوين الأمشاج، ويأخذ كل مش سبق وتجتمع مرة أخرى عند تكوين شنو؟ الزيجون. ده الكلام اللي أثبته ستون في حشرة الجندب عام 1903. يعني جاب حشرة الجندب، قدر ثبت فيها نظرية واحدة، قال إنه يا أخي الكروموسومات في الحشرة المذكرة بتتقسم للنصف، نصها بس بيكون موجود وين؟ في الحيوانات المنوية. وفي الأنثى كمان بتتقسم النصف، نصها بس بيكون وين؟ في البويضة. وبترجع بتجتمع متين؟ لما يحصل ساكشوال بين الأنثى والذكر، كروموسومات الأنثى الموجودة في البويضة بتجتمع مع كروموسومات الذكر الموجودة في الحيوان المنوي، اللي هو نص من كروموسومات الأنثى ونصف من كروموسومات الذكر، بيكونوا شنو؟ الجنين أو الزيجوت. عشان كده الزيجوت ده حيحمل نصف خصائص الذكر ونصف خصائص شنو؟ المرأة. طيب الكلام ده لو قارناه بنظرية بتاعت مين؟ أول نظرية بتاعت مندل. لو قارناه بنظرية مندل، لو قارناه بنظرية مندل بنلقاه موافق تماما لنظرية مندل. مندل بيقول في قانون الوراثة الأول اللي هو قانون الانعزال، بيقول إنه الصفات الوراثية بتتقسم، أو العوامل الوراثية بتتقسم عند تكوين شنو؟ عند تكوين الزيجوت أو الاسم شنو؟ بيقول إنه العوامل الوراثية بتتقسم عند تكوين الأمشاج المذكرة والمؤنثة، وبترجع تاني بتجتمع عند تكوين شنو؟ الزيجوت. فقط الاختلاف في التسمية. طيب، وجد أن هنالك علاقة بين عوامل مندل اللي هي الجينات وحركة السبقيات، ولكن لم يستطيع إثبات ذلك. طبعا وضع الكلام ده كنظرية. ستون قال والله يا أخي في علاقة بين عوامل مندل اللي كان اسم الجينات وحركة السبقيات عند تكوين الأمشاج المذكرة والمؤنثة، لكن لا من سئل أثبت ذلك علميا في المعمل، لأن الأحياء علم عملي لازم تثبت أي كلام تقوله. ما قدر أثبت الكلام ده. طيب، يتوقف هنا، ما قدر أثبت أي حاجة. طيب، ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد 7 سنين اللي هو في عام 1910 أجرى العالم الأمريكي توماس موراغان
في عالم تاني أمريكي جاء عام 1910 ستون برضو أمريكي طبعا. تجارب على ذبابة الفاكهة الدروسوفيلا. ده ساب حشرة الجندب واختار حشرة تركيبها أبسط اللي هي ذبابة الفاكهة أو الدروسوفيلا، ووضع نظرية الصبغيات التي أثبت فيها أن الجينات هي أجزاء من الصبغيات، ونال عليها جائزة نوبل. يعني ده الشخص اللي قدر أثبت أنه الجين جزء من الصبغ. الجين ده في تعريفنا له السابق شنو؟ أنه هو قطعة من الدي ان اي، مجموعة كبيرة جدا من الجينات بتجتمع مع بعضها البعض عشان تكون صبغ واحد. فبالتالي الصبغيات هي التي تحمل شنو؟ تحمل الجينات. الصبغيات هي التي تحمل شنو؟ الجينات. دي بس العبارة اللي قدر أثبتها عمليا بعد دراسات عديدة في حشرة ذبابة الفاكهة والدروسوفيلا. فبالتالي شنو؟ من هنا قدر نجح في النظرية، والكلام ده يعني علميا مهم جدا، مهم جدا علميا، لأنه حيوضح لنا وحيشرح لنا كمية من الأمراض الوراثية اللي كان الإنسان بيعاني منها والحيوان بيعاني منها وكذلك النبات بيعاني منها. كويس؟ فبالتالي تم يعني منح أعلى جائزة علمية اللي هي جائزة نوبل، وحتى الآن هي الجائزة العلمية الأعلى في الأوساط العلمية. طيب نشوف نظرية الصبغيات لتوماس مورجان. نظرية الصبغيات لتوماس مورجان بتقول تحتوي الخلايا الجسدية زي ما قبل شرحت إنه في خلايا جسدية وفي خلايا شنو؟ جنسية. بقول تحتوي الخلايا الجسدية الأتوسومات على عدد ثابت من الكروموسومات. الخلايا الجسدية أو الأتوسومات بتحتوي على عدد ثابت من شنو؟ الكروموسومات أو الصبغيات، نفس الاسم، خاص بكل نوع يرمز له بالرمز 2N. يعني أي نوع من الكائنات الحية عنده عدد ثابت من شنو؟ من الكروموسومات، بتختلف من نوع لآخر. مثلا في البسلة عندنا 14 كروموسوم اللي هي كم زوج؟ 7 أزواج. 7 أزواج، وكل كروموسوم واحد من الكروموسومات السبعة دي عنده قد يكون عنده آلاف الجينات الموجودة داخل فوقه. كل كروموسوم أو صبغ عنده آلاف. مثلا في الإنسان في البسلة قلنا 14 فرد اللي هو 7 أزواج. في الإنسان بنلقى 46 كروموسوم اللي هي 23 شنو؟ زوج. وبتختلف حتى عدد الجينات. مثلا في البسلة بنلقى قريب أكثر من 40,000 جين، في الإنسان حوالي 2000 وحاجة جين. يعني في البسلة أكثر من الإنسان. توجد الصبغيات في شكل أزواج متماثلة ومتشابهة في الطول والشكل داخل أنوية الخلايا الجسدية. في الخلايا الجسدية دائما الكروموسومات متشابهة في الطول والشكل، ده في الأتوسومات اللي هي الخلايا الجسدية. لكن في الجنسية أحيانا بتتشابه وأحيانا شنو؟ بتختلف. أنوية الأمشاج. الأمشاج دي المقصود بها اللي هي الجاميطات، والجاميطات دي قلنا دائما بتجي من انقسام اختزالي وبنلقاها وين؟ في الأجزاء المذكرة والمؤنثة، واللي هي دي الجاميطات عكس الأتوسومات. الأتوسومات اللي هي الخلايا الجسدية، والجاميطات اللي هي الخلايا الجنسية. أنوية الأمشاج اللي هي الجاميطات المذكرة والمؤنثة تحتوي على نصف عدد الصبغيات الموجودة في الخلايا الجسدية للكائن الحي، ودي بنرمز لها بالرمز شنو؟ إن. دائما في الحيوان المنوي أو في البويضة في الحيوانات بنلقى عنده نصف عدد كروموسومات النوع. يعني مثلا إذا قال لك الحيوان سين يحتوي على 50 زوج من الكروموسومات، فكم يحتوي المشج المؤنث أو المذكر لهذا الحيوان من كروموسومات؟ يعني في حيوان ما معروف سميناه سين أو إكس ما معروف، لكن الحيوان ده عنده 50 زوج اللي هو 100 كروموسوم. قال لنا الحيوان ده الأجزاء المذكرة والمؤنثة حقته اللي هي جاميطات فيها كم كروموسوم. ودائما الجاميطات اللي هي بنقسم العدد الكامل على 2. 100 على 2 حيكون 50. حيكون عنده شنو؟ 50 فرد أو 50 كروموسوم فردي. وال50 كروموسوم فردي حتكون لنا 25 شنو؟ زوج.
أنوية الأمشاج الجاميطات المذكرة والمؤنثة تحتوي على نصف عدد الصبغيات الموجودة في الخلايا الجسدية للكائن الحي، ويرمز لها بالرمز شنو؟ N. يبقى 2N دي عدد الجاميطات في الخلايا الجسدية أو الأتسومات 2N، وN اللي هو عدد الجاميطات في الخلايا شنو؟ الجنسية، اللي هي عدد الكروموسومات في الخلايا الجنسية. يعني الأتسومات 2N والجاميطات N. الخلايا الجسدية 2N والخلايا الجنسية نصها اللي هي N. هسي لو قلنا لك س بيساوي 2N، جيت N الواحدة حتقول لنا نقسم على معامل N 2، يبقى قسمت على 2، الاتنين مع الاتنين حتمشي حتقول لنا بيساوي شنو؟ بيساوي N. بعد الإخصاب، الإخصاب ده اللي هو اجتماع الحيوان المنوي مع البويضة أو اجتماع حبة اللقاح مع البويضة، بعد الإخصاب يصبح عدد الصبغيات في الزيجوت مساويا للعدد الثابت للنوع الواحد 2N، لأن في N بتجي من الحيوان المنوي وفي N آخر بتجي من وين؟ بتجي من البويضة، بيجتمعوا بيبقوا 2N. بيبقوا كم؟ بيبقوا 2N. 2N دي اللي هي عدد كروموسومات النوع. يعني مثلا في الإنسان الحيوان المنوي فوقه كم؟ فوقه 23 كروموسوم، والبويضة فوق 23 كروموسوم. لما يجتمعوا يكونوا الزيجوت 23 من هنا و23 من هناك، هيجتمعوا هيدونا كم؟ 46 كروموسوم. يحمل الصبغ العوامل الوراثية الجينات، والتي تتحكم كل واحدة منها في صفة خاصة، ويقابل في نفس المكان على الصبغ المماثل جين أليل آخر لنفس الصفة، إذا كان الفرد نقيا، أو لصفة أخرى اللي هي الصفة المضادة إذا كان الفرد شنو؟ هجينا. طيب نحن خلاص ثبتنا إنه الجاميطات دائما بيكون شنو؟ عدد الكروموسومات فيها نصف عدد كروموسومات النوع. الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها إنه الجينات محمولة على الصبغيات. الجينات محمولة على شنو؟ الصبغيات. وعدد الصبغيات عدد ما كبير وثابت ومختلف بين أنواع الحيوانات. كل نوع حيوان عنده عدد معين من الصبغيات، والصبغ الواحد يحمل كمية هائلة من شنو؟ من الجينات. والجين ده عبارة عن شنو؟ شفرة وراثية أو توصيف وراثي معين بينتقل من الأب أو الأم للابن. تمام؟ طيب دائما قلنا بنلقى الجاميطات دي، مش الجاميطات، دائما بنلقى الكروموسومات بنلقاها في شكل أزواج، والزوج الكروموسومي بيكون عنده واحد آخر مشابه له. كل فرد من الكروموسوم عنده كروموسوم آخر مشابه له، ما بيرتبط بأي كروموسوم، بيرتبط بالكروموسوم المشابه له. طيب الكروموسوم المشابه له بيحمل نفس الصفات، تمام؟ والجين الموجود في الكروموسوم ألف وفي نفس الوقت موجود في الكروموسوم باء، هذا الجين النسخة الثانية منه الموجودة في الكروموسوم باء بنسميها أليل. يعني ممكن نشرح الكلام ده بشكل تاني. عندنا حسن وحسين في الفصل ده توأم، وعندنا طالب آخر اسمه حسين ده ما عنده توأم. طيب عايزين نعرف حسين العادي وحسين التوأم، حنسمي حسين التوأم ده حسين التوأم، صح؟ بنفس الطريقة عندنا أي جين عنده نسخة في كروموسوم آخر بنسميه أليل. الأليل ده عبارة عن النسخة المقابلة لنفس الجين في كروموسوم آخر. إذا كان الأليلين ديل واحد قوي وواحد ضعيف، القوي ده بنسميه أليل سائد، والضعيف اللي ما بيقدر بيسهر زي ما وضحناه في قوانين مندل ده بنسميه شنو؟ متنحي. وهنا الصفة اللي بيتحكموا فيها بتكون صفة شنو؟ الصفة اللي بيتحكم فيها هنا بتكون صفة هجينة. أما لو كانوا هم الاتنين قويين بنسميها صفة شنو؟ نقية ما هجينة. وإذا كانوا هم الاتنين كلهم ضعاف كمان بنسميها صفة نقية. يعني بنسميها صفة هجينة 200 لا من واحد يكون قوي والكروموسوم المماثل له يكون ضعيف. يعني أديكم مثال، مثلا إذا جينا أخذنا المثال ده في الإنسان، مثلا في لون العيون،
في شخص ما عيونه سوداء ويتزوج واحدة تانية امرأة عيونها شنو؟ خضراء. ما الناس المشوا أوروبا يا أخوانا، يتزوج مرة عمورها شنو؟ عيونها خضراء. طيب اللي بيحصل كالآتي: في جينين في الحيوانات المنوية، بيجي جين شنو؟ العيون السوداء. وفي البويضة بيكون عندنا جين واحد للعيون شنو؟ الخضراء. في الحيوان المنوي عندنا جين واحد للعيون شنو؟ السوداء. وفي البويضة عندنا جين واحد للعيون شنو؟ الخضراء. طيب اللي بيحصل كالآتي: اللي بيحصل بيجتمعوا الجينين ديل أو بيجتمعوا الكروموسومين ديل. أي جين معاه في حامله كروموسوم، لما يجتمعوا الكروموسومين بتاعنا العيون ديل يجتمعوا سويا وكل واحد بيحمل صفة، الصفتين ديل صفة العيون السوداء سائدة وصفة العيون الخضراء متنحية. في الحالة دي الصفة دي شنو؟ صفة هجينة. وجين اللون الأخضر وجين اللون بتاع العيون السود ديل بنسميهم أليلين، لأنه بيتحكموا في صفة واحدة بنسميهم شنو؟ أليلين. طيب نواصل في النظرية. تترتب الجينات وتتنظم على طول الصبغ، ولكل جين مكان ثابت في الصبغ الخاص به. يعني الجينات بتكون مرتبة بشكل كويس في الصبغ، وكل جين عنده شنو؟ كل جين عنده محل ثابت في الصبغ. ما في جين بي يعني لو يتغير المحل ده حتحصل طفرة وراثية أو حيحصل مشاكل في المولود الجاي. سلوك الصفات الوراثية يعود إلى سلوك الصبغيات التي تحملها. فما هي الصبغيات؟ احنا اتفقنا الصبغيات هي اللي بتحمل شنو؟ اللي بتحمل الجينات. يبقى أينما تحركت هذه الصبغيات تتبعها شنو؟ تتبعها الجينات. يعني مثلا في ناس راكبين في سيارة، 4 طلاب راكبين في سيارة. السيارة دي اللي هي عبارة عن صبغ كروموسوم، والطلاب دي عبارة عن شنو؟ جينات. ما دام هم ظلوا موجودين داخل هذه السيارة، أينما تحركت السيارة بيتحركوا معاها، صح؟ يعني مشت 10 كيلومتر حيتحركوا معاها 10 كيلومتر، مشى الشمال حيكونوا معاها شمال، لأنهم موجودين داخلها. فبنفس الفهم سلوك الصفات الوراثية يعود إلى سلوك الصبغيات التي تحملها. جينا الصفتين المضادتين قد لا يكونا بنفس القوة، حيث يتغلب تأثير أحدهما على تأثير الآخر، وبذلك تكون هنالك صفة سائدة وصفة متنحية. يعني الجينين الواحد بيجي من الأم والواحد بيجي من الأب، زي ما ذكرنا في مثال جينات العيون، ما بكونوا بنفس القوة، وقد يكونوا كلهم قويين وقد يكونوا كلهم ضعيفين، وقد يكون واحد قوي وواحد ضعيف. في حالة واحد قوي وواحد ضعيف بيظهر القوي فقط، لكن الصفة بتكون شنو؟ هجينة. في حالة يكونوا كلهم أقوياء بيظهروا الاثنين كلهم بيتحكموا في صفة واحدة، ففي الحالة دي بتكون الصفة شنو؟ نغية. في حالة الاثنين كلهم يكونوا ضعفاء كمان الصفة بتكون شنو؟ صفة نغية. طيب لخص أو تم تلخيص نظرية السبقيات في الآتي: الجهاز المادي للوراثة هو السبقيات التي تحمل شنو؟ الجينات. الجهاز المادي للوراثة، الجهاز الملموس للوراثة هو السبقيات، والسبقيات في داخل شنو؟ في داخل الجينات. ركز كويس في كلمة الجهاز المادي، لأنه بعد شوية عندنا شنو؟ الأساس الكيميائي. كل جين يوجد في موضع معين على صبغ معين. يعني أي جين عنده محل محجوز مسبغا في الصبغ، ما ممكن يكون خالي ولا يمكن أن الجين أن يغير مكانه. يرجع سلوك الصفات الوراثية في انتقالها إلى سلوك السبقيات التي تحملها، وده زي ما وضحناه في مثال السيارة والطلاب. يمكن وصف السبقيات ودورها في انتقال الصفات الوراثية بالآتي: ده الدور الأساسي للسبقيات في نقل الصفات الوراثية. السبقيات مش الجينات، الجينات موجودة داخل السبقيات. 1. عندما تكون الخلية في الطور البيني تكون السبقيات طويلة ورفيعة ولا ترى في المجهر. 2. عندما تكون الخلية في الطور البيني، أنا عارفين الخلية عندها أطوار قبل ما تتقسم، اللي هو الطور الاستوائي والطور البيني والطور شنو؟ الانفصالي. في الطور الاستوائي الخلية ما بنقدر نشوف في الطرق الاستوائي بنقدر نشوفها، لكن في الطرق البيني ما بنقدر نشوف السبقيات. أما في الطرق الاستوائي وفي الطرق النهائي السبقيات بتكون واضحة في المجهر. تترتب
على طول الصبغيات تراكيب كيميائية تسمى شنو؟ الجينات. عشان ده دايما بنقول الصبغيات هي التي تحمل الجينات. على طول الصبغ بنلقى تراكيب كيميائية تسمى الجينات. طيب نشوف. تتركب الجينات من الحمض النووي DNA، شرحناه في المثال في أول الحصة. المادة الكيميائية الوراثة هي DNA الذي يكون الجينات، يعني الأساس الوراثي للخلية كلها أو للصفات الوراثية كلها هو شنو؟ هو الجينات. في الفقرة دي كلها أنا عايزكم يعني في معلومتين مهمات جدا لازم نعرفها، إنه الجهاز المادي للوراثة هو الصبغيات، والمادة الكيميائية للوراثة هي شنو؟ الدي ان اي. الدي ان اي بكون الجينات، والجينات بتكون الصبغيات، والصبغيات بكون موجودة داخل شنو؟ النواة، والنواة موجودة داخل شنو؟ الخلية. طيب نشوف أهم صفات هذه الجينات. للجينات القدرة على التضاعف الذاتي، وذلك من أجل نقل المعلومات الوراثية للخلايا الجديدة بعد عملية الانقسام. الجينات هي اللي هي الميوكلر أو الجزيء الوحيد الموجود في جسم الكائن الحي بيقدر ينسخ نفسه. دي ما في جزيء تاني بيقدر يعمل الكلام ده. عاد الجينات بتقدر شنو؟ تضاعف نفسها أو تنسخ نفسها، يعني الجين المعين بتطلع منه نفس النسخة. تراكيب الجينات أو تركيب الجينات يتلائم مع قدرتها على تخزين المعلومات الوراثية ثم ترجمتها لبناء جزيئات من البروتينات. طبعا الحكاية بتتم كالآتي، لمن نمشي قدام وندرس الوراثة المتقدمة حنلاحظ إنه الجين الجين هو شفرة وراثية، وهذه الجينات في النهاية بتكون أحماض أمينية، والأحماض الأمينية بتكون البروتينات، والبروتينات هي بتكون أجسادنا كلنا، يعني سواء كان نبات أو حيوان في النهاية الجسم بيتكون من شنو؟ بروتينز. وبالطريقة دي الشفرة الوراثية بتنتقل من الحمض النووي لشنو؟ للحمض الأميني، بيتكون حمض أميني، ومن الحمض الأميني في النهاية بيترجم لشكل شنو؟ بروتين. فبالتالي الجينات تركيبها بيتلائم مع تخزين المعلومات، يعني شكلها بيشبه شريط الكاسيت. الناس ما بيعرفوا شريط الكاسيت، ابحثوا عن شريط الكاسيت. شريط رقيق بسيط، تركيبه بسيط، لكن بيحمل كمية هائلة من المعلومات. ممكن يكون يحمل ملتي ميديا، أغاني، يعني كلام كتير جدا ممكن محمول في الشريط الصغير ده. فكذلك الجين شريط رقيق جدا وطويل جدا ولا يرى إلا بالمجهر، ولكن بيحمل كمية هائلة جدا من المعلومات وبيحفظها بشكل كويس جدا بدون أي خلل، وما بيتأثر بالعوامل البيئية العادية. الجينات ذات تركيب كيميائي ثابت، صعب جدا ان الجينات تتأثر بالعوامل البيئية الطبيعية، لكن في بعض العوامل بتأثر على الجين. زي شنو؟ ايوه زي الراديشن، زي الاشعاع. الاشعاع ممكن يأثر على الجينات، فبالتالي ممكن يتلف الجينات ويسبب سرطانات ويسبب امراض شنو؟ وراثية. عشان ده الناس منعوا الاسلحة الكيميائية وكذلك الاسلحة النووية اللي بتسبب اشعاعات، والاشعاعات دي ممكن تنتقل لغاية ما توصل لشنو؟ توصل للأبناء. يعني في ناس بيكونوا ما حاضرين الحرب دي، لكن أثرهم يوصل لأجيال وأجيال وأجيال يعني. أوضحت الأبحاث أن عدد الجينات في الكائن الحي يكون أكبر من عدد الصبغيات، وده طبيعي لأن الصبغيات عددها بسيط، وكل صبغ ممكن يحمل ملايين أو آلاف أو مئات الجينات حسب نوع الكائن الحي المكون الأساسي بالنسبة له. فبالتالي شنو؟ الجينات حجمها صغير، يعني مجموعة من الجينات، مجموعة كبيرة جدا من الجينات بعد ذلك بتكون صبغ واحد. عشان ده دائما بنلقى عدد الصبغيات أقل من عدد الجينات، وعدد الجينات أكبر من عدد شنو؟ الصبغيات. يعني زي ما ذكرنا في الإنسان في 46 صبغي أو 46 كروموسوم، ولكن في حوالي 200 ألف جين. طيب السؤال التالي، ما هو الدليل على انه الدي ان ايه هو المادة الوراثية؟ طبعا ده سؤال يعني طرحه العلماء واخذ فترة طويلة جدا من الجدال. هل الدي ان ايه ده هو اساس المادة الوراثية؟ وبعد مجموعة من التجارب والنظريات التم تحقيقها وتحولت لمعلومات علمية، تم اثبات انه الدي ان ايه هو المادة الوراثية. وممكن نلخصها في الآتي: الدي ان ايه مكون ثابت في جميع الخلايا لكل الكائنات الحية.
يعني ما في كائن حي في الدنيا دي عنده خلية ما فيه دي ان ايه، لازم يكون فيه دي ان ايه. وما في كائن حي ما بيقدر بيتكاثر. يبقى التكاثر ده واحدة من الخصائص الأساسية للكائن الحي. أي كائن حي لازم يتكاثر، سواء كان تكاثر جنسي أو تكاثر غير جنسي، لكن لازم يتكاثر عشان يقدر يحافظ على نوعه، وإلا يكون شنو؟ ينغلط. فبالتالي نقل هذه المعلومات الوراثية لازم يكون في حاجة ثابتة وموجودة في جميع الخلايا، والثابت وموجود في جميع الخلايا من خلايا الفيروسات والفيرونات لغاية خلايا أعقد الكائنات الحية زي الإنسان موجود فيها دي ان ايه. إذن الدي ان ايه ما دام موجود في جميع الخلايا، يعني الحاجة الوحيدة الثابتة وموجودة في جميع الخلايا للكائنات الحية اللي هي الدي ان ايه والقدرة على التكاثر. أينما وجد دي ان ايه هذا الكائن يستطيع أن شنو؟ يتكاثر. أمشاج الحيوانات والنباتات تحتوي على نصف كمية الدي ان ايه. دائما لو عملنا تجربة وأخذنا كمية الدي ان ايه في الخلايا الجسدية وقارناه بكمية الدي ان ايه في الخلايا الجنسية اللي هي الجاميطات، سواء كان من حيوان مذكر أو مؤنث، بنلقى الدي ان ايه الموجود في الجاميطات نصف عدد أو نصف كمية الدي ان ايه الموجودة في الخلايا شنو الجسدية العادية. وده دليل على إنه الدي ان ايه بيحمل نصف صفات الجزء المذكر عشان يلمها مع نصف صفات الجزء شنو المؤنث، عشان الحيوان الكائن الحي الجديد المولود يحمل صفات الذكر والأنثى. عند اتحاد الأمشاج المؤنثة والمذكرة لتكوين الزيجوت تكون كمية الدي ان ايه مساوية لكميته في الخلية الجسدية. طيب شوف، في الخلية الجنسية بكون نصف كمية الدي ان ايه الموجودة في الكائن الحي أو موجودة في خلايا الجسدية، لكن لما يجتمع الحيوان المنوي مع البويضة وبعد ذاك يكونوا زيجوت، في الزيجوت ده لو حسبنا كمية الدي ان ايه بنلقاها مساوية تماما للكائن الحي اللي هو جاي منه هذا الزيجوت، اللي هما الاثنين سواء كان الأب أو الأم. تضاعف كمية الدي ان ايه في الخلية اعتمادا على الحالة الصبغية فيها. فبالتالي الخلية لمن تكون في خلاص في قبل طول الانفصال الدي ان ايه بيتضاعف أول حاجة. لو ما تضاعف الدي ان ايه الخلية ما بتتقسم، سواء كان انقسام فتيلي أو انقسام شنو اختزالي، لازم الدي ان ايه يتضاعف. ثبت عمليا قدرة الدي ان ايه على التضاعف الذاتي ويشكل ذلك الأساس الكيميائي للتوريث. وطبعا ده مش ثبت عمليا، ده بقى حاليا في الوراثة الجزيئية، وده جزء من علم الوراثة الأخير المتطور جدا اللي هو ظهر في الألفينات، وحاليا توجه يعني كبير جدا. أنصح الناس بدراسة النوع ده من العلم في المراحل المتقدمة، وخاصة في بعض الجامعات من ضمن الجامعات الصينية مهتمة بالموضوع ده اهتمام كبير جدا وبتدي فيه منح كبيرة جدا. فعملية التضاعف بقت تتم في المعمل عادي، يعني زي التقنية بتاعت البي سي ار. ممكن عادي جدا نعمل تضاعف للدي ان ايه في المعمل، يعني عادي جدا، وممكن تشوفوا عملية التضاعف بالعين المجرد أو تشوفها في الجهاز، يعني عادي جدا. ممكن بقت الحكاية بقت طبيعية جدا إثبات التضاعف تبع الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين. طيب نقيف هنا، وفي الحصة الجاية إن شاء الله حنتكلم في التحورات في النسب المندلية إن شاء الله. شكرا.